السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. المصريين في الخارج أو المصريين العاملين في الخارج، مش اللي طالع سياحة يعني وراجع تاني بالسلامة، لا، المصريين اللي بيشتغلوا بره زعلانين، واخدين على خاطرهم من الحكومة المصرية. عرفت منين يا أستاذ سمير؟ أنت بتفتي ولا عشان واحد صاحبك شغال بره ولا حاجة قال لك يعني أنا متضايق من اللي الحكومة بتعمله معانا فأنت عممت الموضوع؟ لا، محدش قال لي حاجة مباشر. لكن لما نزلت فيديو، مش فيديو ده، كان ريلز صغير كاتب فيه بقول عاش يا رجاله على المصريين في الخارج، واتكلمت فيه في دقيقه ونص بالظبط عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج لمصر. لقيت ناس كتير جدا داخله، ودي مش اول مره تحصل على فكره. اي فيديو بتكلم فيه عن المصريين في الخارج بلاقي نفس التعليقات من ناس كتير وفي دول مختلفة. يعني المشكلة مش في دولة واحدة، مش في السعودية مثلا، مش المصريين اللي شغالين في السعودية هم اللي بيشتكوا، أو في الكويت، أو في إيطاليا، أو في ألمانيا. لا، كل المصريين أو معظم، بلاش نعمم، معظم المصريين في الخارج بيشتكوا. تلاقي التعليقات جاية، ما هو ده عشان كده الحكومة بتكافئنا لما بنقول مثلا في زيادة في تحويلات المصريين في الخارج، فتلاقي التعليقات بقى ما هو عشان كده يا استاذ سمير الحكومه بتكافئنا وبتقرفنا وبتعاملنا كاننا يعني حاجات كلام ما يتقالش يعني. ليه يا سيدي؟ اللي يقول لك مجرد ان انا ابعت حواله لابني ولا لمراتي ولا حاجه تروح تصرفها يحسسوها ان هي بتشحت. انا بقول لكم الكلام، بقول الكلام ده للمسؤولين، سواء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عشان يدي تعليماته للوزراء خف شويه على الناس اللي بره. الناس دي بتشيل البلد في اوقات كتير، وتحويلاتهم بتسند البلد في اوقات كتير. فعارف ممكن حد من الحكومه دلوقتي يقول لي يعني ايه بتسند البلد يا استاذ سمير؟ ما هو غصب عنه هيبعت لمراته ولا لاولاده ولا وغصب عنهم مش هيبعت لهم دولار ولا ريال ولا درهم وهيصرفوه هنا. ما هو لازم كده كده هيفكوه من البنك، لازم ده اللي هيعملوه. فهو مضطر ان هو يبعت لهم غصب عنه. هقول لك لا، مفيش حاجه غصب. ادينا شفنا الايام اللي اشتغلت فيها السوق السوداء عندنا. يا رب ما يرجع الايام دي تاني خالص يا رب. شفنا ايه اللي حصل، وشفنا المصريين في الخارج كانوا بيعملوا ايه. السوق السوداء اشتغلت، يقول لك بدل ما احول في البنك طب ما احول في السوق السوداء. طيب ما اشتري ذهب واجي مش عارف من بره واجي ابيعه هنا، واثر علينا كتير الكلام ده. حضرتك اللي هي الحكومه، احنا محتاجينهم. احنا كدولة محتاجين المصريين في الخارج، محتاجين الفلوس اللي بيبعتوها، العملة الصعبة اللي بيبعتوها. وبالتالي يا دكتور مصطفى مدبولي شوف هم زعلانين من ايه. يعني في التعليقات باين انها حاجات كلها بسيطة. يعني لما واحد يقول لك التحويلات، المدام عندي لما تروح تصرف الحواله اللي انا بعتها لها من اي بنك بيحسسوها ان هي مش عارف ان هي بتشحت منهم. في بنوك يقولوا لها لا مفيش النهارده مش عارف ايه، تعالي بكره الحواله اتاخرت، الحواله ما اعرفش ايه، في رسوم مش عارف، بعض البنوك بتفرض رسوم كتير على الحواله، كلام من هذا القبيل. ده جزء خاص بالبنوك. الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ممكن يتابعوا مع البنوك. جزء تاني خاص بالسفارات. احنا لما بنروح السفاره في الدوله بتاعتنا، في الدوله اللي هم فيها يعني، بيطلع عينينا ومعامله سيئه جدا 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 من مسؤولي السفاره اللي هم مصريين طبعا برضو بالمناسبه يعني. بيعاملوها للمصريين برضو بالمناسبه برضو يعني. بيعاملونا معامله سيئه جدا جدا جدا. لو عايز تطلع ورقه قد كده يقرفوك عشان تطلعها، ويدفعوك دم قلبك عشان تطلعها. ليه ده كله؟ ليه يا استاذ سمير؟ ده كلامهم هم يعني في التعليقات، وفي رسائل بتجيلي على الخاص كمان. ليه يا استاذ سمير؟ هي البلد بتعاقبنا عشان احنا واقفين جنبها وبنشتغل؟ طب احنا سيبنا البلد عشان ما لناش اكل عيش فيها، او عايزين فرص احسن بمرتبات افضل وطلعنا بره. لا بناخد منكم هنا دعم ولا بناخد منكم حاجه خالص، ده بالعكس، ده احنا بنشتغل وبنبعت لكم فلوس. فريحونا، ما تقرفوناش. ده كلامهم. انا بقول لكم الكلام ده يا استاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ويا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عشان تشوفوا الناس دي زعلانه من ايه ومن مين.
لو زعلانين من السفارات ادوا تعليمات للخارجيه تعامل الناس كويس، خفضوا المصاريف اللي بياخدوها اللي بتدفعوها اللي بيدفعها المصريين على اي ورقه بيطلعوها من بره. زعلانين من وزاره الماليه، يقول لك وزاره الماليه لما بنيجي نرجع ولا اي حاجه بيقرفونا، حتى الموبايلات لو انا جايب مثلا لاخواتي ولا بتاع ولا هدايا موبايلين 3 ادفع يا سيدي جمارك، لو جايب مش عارف ايه ادفع يا سيدي جمارك، ويقرفوك برضو في الجمارك وفي المطارات وبتاع. على فكره بالمناسبه لسه امبارح طلع قرار من الجمارك امبارح بايه بقى، خاص بايه؟ بالملابس المستعمله اللي جايبها المصريين اللي جايين من بره. المصري اللي جاي من بره جايب معاه ملابس مستعمله، الجمارك هنا قالت لك ممكن يكون معاه حق وممكن ما يكونش معاه حق. ايه هو القرار اللي طلع من الجمارك امبارح؟ قالت لك الحد الاقصى لاي مصري جاي من الخارج ومعاه ملابس مستعمله 150 كيلو ملابس مستعمله في السنه. في السنه 150 كيلو، يعني خرجت وطلعت وقعدت شهرين ورجعت و3 شهور ورجعت، المهم اخر السنه ليك 150 في السنه كلها كيلو ملابس. ليه؟ عارف دلوقتي الناس هيقول لك حتى الملابس المستعمله بص لنا فيها، هو انتم مش راحمين؟ هقول لك هم مبررهم اللي نزل من القرار، مبررهم ان في تهريب بيحصل من خلال ده، في طرود بريديه بتيجي وفي ملابس بتيجي تاني عن طريق وسائل نقل مختلفه من ايطاليا، من اسواق اوروبا، من الاردن. دي الامثله اللي طالعه في البيان. يقول لك اللي احنا بنشوفه ما يقولش ان دي ملابس الاستعمال الشخصي خالص، دي بتدخل باسم ملابس الاستعمال الشخصي لكن هي مهربه، هي بتدخل تهريب وبيتم بيعها هنا في مصر تجاره يعني. عشان كده الجمارك اكدت في تعليماتها لكل المنافذ الجمركيه في البيان اللي طلع امبارح انهم ياكدوا كويس جدا ان يشوفوا الملابس اللي جايه دي لو عدت 75 كيلو. هتقول لي ما انت لسه بتقول 150 كيلو، اقول لك 150 كيلو في السنه، لكن هم كاتبين لو عدت 75 كيلو تقريبا في المره الواحده، قصدهم كده لازم يدفع عليها رسوم، او لو داخله بطريق مهرب يبقى تعمل قضيه تهريب جمركي للي جايبها ويتخذوا معاه الاجراءات القانونيه. وفي نفس الوقت لازم تكون داخله باسم شخص مش شركه. في حاجات ممكن تقول ان هي منطقيه، يعني لو طرد جاي من بره مثلا، واحنا بنشوف هنا كتير ملابس يقول لك دي ملابس من اوروبا وملابس مستعمله، بتدخل ازاي؟ بتدخل تهريب. ده القرار ده لسه طالع امبارح، فخلي بالك وانت جاي. في المقابل وزاره الداخليه عملت حاجه كويسه برضو لازم نقول عليها، لسه برضو امبارح قالت لك احنا بعتنا ناس يعملوا في السعوديه في الرياض وجده وفي دوله الكويت. لمين؟ للمصريين في الخارج. ليه؟ عشان اللي عايز يعمل بطاقه رقم قومي يعملوها له، دي تيسيرا على المصريين اللي في الخارج. مفتوح من امتى الموضوع ده؟ من يوم 29 ابريل لمده 10 ايام. فلو حضرتك في جده، في الرياض، في الكويت وحابب تعمل ده، توكل على الله. عايز تجدد بطاقتك توكل على الله. الحلو بنقوله والسيء بنقوله. في حاجات كتير بيشتكوا منها، كانوا بيطالبوا بمبادره السيارات، افتحوا لنا تاني مبادره السيارات. وزاره الماليه بتشتغل على الموضوع ده. مبادره الذهب، بس الذهب دلوقتي يعني تقريبا جوه في مصر زي بره، مفيش فرق كبير يعني، مفيش فرق تقريبا يعني، جوه زي بره. مضمون الفيديو شوفوا الناس دي اللي هي مش مكلفانا حاجه خالص كحكومه يعني وكدوله، وخفوا الضغط عليك وبيبعتوا لك فلوس من بره. شوفهم ايه اللي مزعلهم وريحوهم، خاصة اللي كل الحاجات اللي بيقولوها او معظم الحاجات اللي بيقولوها معاهم حق فيها. بيتكلموا في التعليم، احنا اولادنا ومتغربين وي ولما نيجي هنا ندخلهم مثلا كليات يقول لك المجموع مش عارف ايه واعمل معادلة مش عارف فين وبتاع وقصص وندفع مصاريف قد ايه. شوفوا دكتور مصطفى مدبولي اعمل اجتماع مع الوزراء بتوع حضرتك واتكلموا يا جماعة ممكن نخف الضغط على الناس دي ازاي، عشان تشجعهم حتى ان هم يعني يحولوا الفلوس بنفس راضية. في النهاية ربنا يكتب الخير لمصر والمصريين اللي جوه واللي بره. وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.